ماما نونا هي كانت اكتر حبيناها في الدراما، لكن في نفس الوقت هي كانت السبب الرئيسي في تدمير حياة حمادة عزو. وقبل ما اقول لكم ازاي، انا هسألكم سؤال تجاوبوني عليه في نهاية الفيديو. هل ماما نونا كانت بتحب فعلا حمادة عزو ولا كانت بتأذيه وهي فاكرة انها بتحميه؟ ودي سلسلة المحكمة بحكم فيها الشخصيات في الافلام والمسلسلات كنا بنحبهم جدا، لكن لما اشوفهم بمنظور تاني هتغير وجهة نظرك عنهم. وشخصية النهارده ناس كتير قوي هتهاجمني عليها لان هي محبوبة من ناس كتير ومنهم انا بحبها جدا جدا. لا وبالعكس، كان حلم ناس كتير ان يكون عندهم زي ماما نونا بتدلع في ابنها وبتدافع عنه وما بتخليهوش يزعل ابدا. بس لو بصينا للشخصيه بعين النهارده هنلاقي ان 99 من مشاكل حماده عزه كانت مامته. للاسف دلعها الزياده ليه وعدم تحمله المسؤوليه، وكل مره كان بيغلط فيها كانت بتبرر له غلطه. خلق لنا شخصيه بقى عندها 60 سنه اتكاليه وما بتعرفش تتحمل المسؤوليه، لسه عايش كانه البيبي الصغير اللي مامته بتدلعه. فشل في حياته كأب، فشل في تجارته، فشل انه يكون أسرة سعيدة، اولاده بيكرهوه شايفينه اب فاشل ووقع في اختيارات غلط دمرته. كبر وهو بيعتمد على اللي حواليه ومفكرش يعتمد مرة على نفسه. نيجي للسؤال المهم، لو شخصية ماما نونا حقيقية لسه هتشوفوها الأم المثالية ولا الحب من غير حدود ممكن يبوظ حياة بني آدم كامل؟ الحكم ليكم انتوا، هستنى رأيكم في الكومنتات وهناقشها معاكم. ولو عجبتكم السلسلة دي متنسوش تعملوا سيف للفيديو ده وفولو ليا عشان تشوفوا فيديوهات من المحكمة أكتر. وقولوا لي مين من الشخصيات اللي لازم ندخلها المحكمة.